السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبة لكم طريقة عمل الكشري المصري. طبعا هعمله لكم بطريقة مختلفة. وعندنا المكرونة من غير ما تعجن. دلوقتي احنا عندي كوباية ونص من العدس بجبة. غسلتها كويس جدا وحطيتها على البوتاجاز لحد ما يتسلق نص سلقة. وطبعا العين التانية حاطة عليها مية عشان تغلي واسلق فيها المكرونة. طبعا هو كده يعتبر استوى نص سلقة، يعني سويته نص سلقة بحيث ان هو ما يتهريش مني. كان عندي نص كيس من المكرونة الاسباجيتي ونص كيس من المكرونة المقصوصة الصغيرة خالص بتاعة الكشري المصري. طبعا الطريقة دي هتعملوها في البيت احلى من المطاعم، وهتبقى اطعم واجمل بكتير. طبعا انا المية كنت حاطة عليها معلقة من الملح. وهبتدي طبعا المكرونه بتاعتنا ابتدت انها تتسلق. وعندي دلوقتي كوبايه من الحمص، كنت غسلاها وحطها على البوتاجاز. وطبعا هي غليت دلوقتي وبتتسلق. العدس بجبه بتاعنا بيتسلق ده كده بعد ما اتصفى. وعندي المكرونه بتاعتنا بعد ما انا صفيتها مفلفله وطبعا ما تعجنتش. وعندي العدس الكوبايه ونص العدس بجبه اهي بعد ما انا صفيتها. وعندي 3 كوبايات من الرز المصري بتاعنا. حطيت ربع كوبايه من الشعريه في زيت، طبعا زيت ذرة. فهبتدي ان انا اقلب في الشعريه. وكنت غاسله 3 كوبايات من الرز. هبتدي ان انا اقلب فيهم كده تقليب كويس لحد ما الشعريه تحمر. والرز مغسول وطبعا مصفياه من الميه. الشعريه احمرت اهي معانا، والرز طبعا مغسول ومتصفي. هنزل على الشعريه وابتدي ادي التشويحه بقى كده تقليبه عشان ما يعجنش مني. لازم اقلب عشان الماده الدهنيه تختلط مع الرز. عندي طبعا 3 كوبايات من الميه على 3 كوبايات من الرز. وحطيت معلقه من الملح وابتدي ان انا اقلب. ونص معلقة من الفلفل الاسود، ده طبعا بيدي ريحة وطعم حلو للرز. وعندي شوية من الزيت ومعلقة كبيرة من التوم كنت دقاها، هنزل بيها على الزيت بتاعنا. ويفضل ان يكون زيت نضيف زي زيت الذرة. هبتدي ان انا اقلب في التومة احمرت معايا، هنزل بربع كوباية من الخل. طبعا الريحة خطيرة جدا. طبعا الطعم جميل جدا. وانا ضربة طماطم في الخلاط هنزل بيها وابتدي اقلب لحد طبعا ما يتجانسوا كده مع بعض. وعندي نص معلقة من الكمون ونص معلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من السكر ومعلقة من الملح. السكر ليه؟ السكر عشان حموضة الطماطم، فدي بتحافظ على حموضة الطماطم. هبتدي ان انا اقلب تقليب كويس جدا. وطبعا الدقة بتاعتنا هبتدي ان انا اجهزها. حطيت مية على البوتاجاز وحطيت معلقة كبيرة من الثوم وكمون، وحطيت الحمص بتاعي اللي انا سلقاه نص سلقة. وعندي شطة، لو عندك هريسة الشطة دي الفلفل الأحمر الحامي ده تحطيه. معلقة من الملح، معلقة شطة، معلقة بابريكا. كل الحاجات دي جميلة جدا وبتخلي طعم. دي هريسة الشطة بتدي طعم جميل للكشري المصري وبتخليه طعمه أحلى من المطاعم. وخل، حابة تحطي ليمون حطي، بس أنا ما حطيتش ليمون، أنا حطيت خل بس بصراحة. طبعا انا عندي التقليه بقى كنت حاطه من البصل مقطعاه حلقات. انا بحب اقطعه حلقات رفيعه جدا عشان تطلع مقرمشه. وكنت حاطه شويه من الدقيق على البصل بتاعي وسبتهم شويه وبعدين قليتهم في الزيت. طبعا طالعه مقرمشه. البصلايه مقرمشه وغرفت طبق الكشري المصري. حطيت الرز والمكرونه ودي الصلصه بتاعتي الجميله اللي انا عملتها. الدقة بتاعتي وفيها الحمص. وده الشكل النهائي بالنسبة لطبق الكشري المصري بتاعنا. جربوه بالطريقة دي هتلاقوه مختلف، حتى طعمه أحلى من المطاعم.
واوفر بكتير. عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك لقناة اكلة حلوة.